هما حاطينها كيما تبون الشاه تاع ايران نوضو من القبر. الشرطي قال له شوف سانت اوغسطين نوضوه لي من القبر وجيبوه هنا نحققوا معاه حنا الشرطه الجزائريه معاك خويا. كيفاش انت تنشر لنا على سانت اوغسطين؟ هذا مؤامره هذه. هذا قبل ما يكون القجع، دركا وعندنا القجع الحمد لله. هذاك الوقت كان مازال ما كانش القجع. الحادثه في التسعينات. على كل حال كي تشوف 2024 تقديم تاع كتاب اعتقل الناس كامل. كيفاش تستنى من هادو يديروا لك صناعات عسكريه ويفتحوا مراكز بحث ويخصوا ميزانيه لا باس بها للبحث العلمي، ونديروا شراكات كما دارت تركيا مع كوريا الجنوبيه. تركيا باش انتجوا هذه الدبابه تاع الطاي كانت عبر شراكه بدايه من 2007 مع كوريا الجنوبيه. فكرت انا في الحكايه تاع سانت اوغسطين هذه والله. ساعه انا تصرى في راسي واحد الحوايج نتفكر واحد الامور. انا اللي بقات فيا علاش قوه التدخل. على بالكم شفتوا هذوك اللي يلبسوا اللباس هذا كيما الصوات، هذوك التيم، هذوك اللبسه هذيك الكحله هذيك لا كومبينيزون، هذوك هما اللي بعتوهم اللقاء الادبي هذا. جماعه فتحوا لكم مجال اذا كاين مداخلات على السريع. اليوم الصراحه وكان الموضوع هذا هو فقط هذه الفضائح هذه تاع النظام الجزائري تاع الجنرالات تجي تنشر كتابي. وش بقى اذا درك لقاء ادبي ما تقدرش ديرو في البلاد هادي؟ وش بقى؟ البلاد هادي سكروها ولا ما على باليش انا، ولا نقسموها على الجيران، اعطيو طرف لتونس، طرف لليبيا، طرف لموريتانيا. الدوله اللي هاك ما تعطيو لهمش معليش. شوفوا مع فرنسا يديروها لكم تسيير بالوكاله ولا حاجه. ما بقاتش بلاد هادي، سي با ان بيي. جيش تاع رقاصين ورقاصات مطليين بزيوت السيارات، هذا هو واش تقدم للعالم. لقاء ادبي في بجايه ما تقدرش ديرو. واني قلت لكم هذيك الخطره يا اخي، اي بجايه وتيزي وزو ولايتين ومنطقه القبائل على العموم، منطقه في اطار محدود الوحيده اللي يقراو فيها الكتب. ما كانش لقاء ادبي في ولايه جزائريه واحده اخرى ما تقدرش ديرو اصلا. ديرو تبقى نتايا والحيوط والجدران. كاين غير منطقة القبائل اللي مازال شوية الناس يهتموا بالكتب، بيروحوا اللقاءات الأدبية وكلش. زادوا دركا في بجاية ما يخليوهمش يديروا اللقاء الأدبي تاعهم. غير سيريوزمون والله، غير بكل جدية. يبان لي البلاد هادي ولا بالك ربما راح العالم يستفيد لو تختفي صراحة. اصلا لو كان نختفي ولا واحد يلاحظ. راكم شفتوا البارح ذا جوارديان هضرت على ازمه الماء في تيارت. ذا ايكونوميست قالت لك الجزائر العاصمه اسوأ مدينه للعيش في العالم. لو موند، جريده لو موند تكلمت على الفضيحه هذه تاع بجايه تاع الكتاب هذا واللقاء الادبي الذي تم اعتقال كل المشاركين فيه. درت لي كرومب اليوم. جماعه نفتح لكم مجال المداخلات. انا قلت لكم نورمالمون راني نشوف دي دوموند ou pas. Ça clignote. Salut. مساء الخير، تفضل. والله كنت نسمع لك دوبوي هير منذ البارح. ايوا بون جي اون شونس كومام.
يا شوقي باباك انت خدم في لادمينستراسيون. بابا طالع تحكي على بابا، اسمك لا دكتور لا ما نحكيش على وفقط. باباك، سي جوست اون كيستيون ابري نكمل. افيك تو لي استنى، اسمك ريسبي. دكتور وفقط، تيان دكتور. دكتور Allez, في واش؟ j'ai posé une question. دكتور فاش؟ دكتور فاش؟ ضد العمالة، ضد دكتور في الخوان. تربية بيوت الرذيلة، هذه لا لا، هي خلينا دكتور. خلينا هذا دكتور اسمه، او تشوفوا المستوى في البلاد هذه. وهو اكيد يكون دكتور تاع الصحة. يا اخي تشفاو هذاك الطبيب اللي نهار طلع عندي قال لي انت راك مريض بليباتيت، دار لي التشخيص في خليني نتكلم الاونلاين. دركا، خليني او نتكلم ما المستوى تاع تسبنيش. الجزائر، اسكت علينا، اغلق فمك. قذارة. سمي روحك دكتور، على الاقل نحي الدكتور والعالم الجزائري. كاين ناس ما تقدرش تتعامل معاهم باحترام. دكتور كي يكون فرد بسيط قادر نضحك معاه نقول له ما يصلحش. دكتور طالع تحكي لي باباك ويخدم في الاداره وكذا، واش دخلك في بابا؟ واش دخل بابا في الموضوع؟ واش دخل العائله تاعي؟ واش دخل جد بابا؟ ما يراعي. وقادر واحد بابا يكون توفى، كيفاش تطلع تحكي له على بابا ولا تحكي له على واش دخل الافراد تاع العائله تاع الناس في الموضوع؟ دركا حتى الدكاتره لازمني نعاود لكم التربيه. حنا قلنا بالك نعاودوا التربيه للناس اللي انصار النظام، اللي ما قراوش، اللي ما داروش، اللي ما فهموش، اللي عمره ما فتح كتاب في حياته. درك دكتور تاني لازم ندخلك الاعاده التربيه عندي. Et ça prend du temps, et ça fatigue وحاجة تعب صديقي. Bien sûr qu'il ne faut pas impliquer le membre de la famille. علاش أعضاء أفراد العائلة تاعي أنا معنيين بوش ندير، ولا أنا معني بواحد قال أنا نقولوا عندي ان سيريال كيلر في العائلة، عندي قتال في العائلة. كيفاش أنا شوقي بن زهرة نتحاسب عليه؟ ولا هو يتحاسب عليا اذا انا تابع لاسرائيل وتابع الكائنات الفضائيه والكوكب زمرده والترينيداد وطوباغو وللمخزن ولاسبانيا ولا منغوليا؟ واش المستوى تاعكم هذا؟ مسمي روحك دكتور ومدير العالم الجزائري، دكتور تربيه بيوت الرذيله. رفعوا شويه المستوى ولا بين اخلاقك من الاول، بصح ما تسميش روحك دكتور برك. انا نفضل هذوك اللي يبينوا تربيه بيوت الرذيله وانتهينا نورمال. هذه رانا والفنا بها، الجزائر عاصمه تربيه بيوت الرذيله اون لو سي. مساء الخير، تفضل. فتحت التسجيل يا اللايف، راه مسجل اخويا، لا تطلع تسجل هنا. اللايف الى ديجا اونغيستري، ما تكسرش راسك، روح لليوتيوب تلقاه. عاد قال لي سلم على السي احمد، تحياتنا للسي احمد في الرباط. مشكل كي يكون موضوع كيما هذا والله طلع، والله ما على بالي منين طلع صراحه. نسي با كيفاش دار. الزول الزول يوما مرحبا. كي راك شوقي؟ والله غايب على باليش كيفاش طلعت، انت واعر يا خويا. لا نو جاست سييت هكذا وطلعت، ما على يا باليش خويا انا. والله راه يعطيك، انتوما القبايل خطيرين يا خويا، واش راح نديروا معاكم؟ ودا شوقي لا ديكتاتور في الجزائر اي خرجت من 62. والله وقت يا بومدين، خويا والله. وقت بومدين عربوهم وداروهم هذوك تاع فلسطين، هذو الشعاير تاع الوطنيه. هما ما عندوش وطنيه، انا نعرفهم في العسكر في وقت الارهاب والله يخافوا يخرجوا الجبل. الوطنيه عم بالهم في الدرابو وشعارات. الوطنيه داخل القلب، ما تكون برا. بصح انا وطني غد، ولو كنت تدخل كاش بلادي نروح. بصح ماشي واحد كي ينتقد الديكتاتوريه والقمع والميزيريا يحسبوه عامل، هكذا يحسبوا كلش. عبيد بزاف، واش تحب؟ بزاف الحفلاء. بلو درك راني كنت نحكي درك على هذه تاع بجايه، الناس مدايرين اون ماشي غونكونتر دي لقاء جاي يدير لقاء تحبسوه، عيب عيب. لقاء ادبيه، جدك في مكتبه وش راح تعتقل فيهم هذو قاعدين؟ بلاد ديكتاتوريه وما صرات هذا.
هادي والله ما هادي والله كارثه. كوريا الشماليه ما دارتها، والله ما داروها. بزاف ما راش يهضر على البوفوار، لقاء ادبي واش تحبس فيها، الله يثقف الناس. والله واش البلاد هادي يعطيك الصحه اخويا العزيز. هكا يا تندير صحة شوقي، الله يعاونك. مرحبا بك في الله الوقت اخويا يكثر العزيز. امثالك باش الله يحرروا يهنيك، الجزائريين. صحة. يعطيك الصحه اخويا العزيز. ماء الوجه وهذه المنطقه ودرك زايدين حابين يجهلوها. يعني قلت لكم لو سول اندغوا، المكان الوحيد اللي تقدر دير فيه لقاء ادبي، تقدر تلقى فيه مثلا مكاتب فيها ناس يروحوا يشريوا، تلقى فيها ناس تقرا، تلقى فيه زايد رايح عندهم، حب تجاهلهم، حب تردهم كما النظام الجزائري عرايه، ولا كما العرايه تاع البوليساريو. عليها داروا شراكه يا اخي، حكيت لكم هذيك داروا شراكه مع معهد الدراسات الصحراوي باش يدفنوا الفضلات في الرمل. هذا هو الاختصاص تاع البطاطيش، عرايه تاع البوليساريو، طريقه دفن الفضلات في الرمل. لقاء ادبي في بجايه، لا 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 لا، روح اعتقلهم، ابعد، واحد ما يبقى. ندعموا العرايه تاع البوليساريو بملايير الدولارات من اموال الشعب الجزائري. اوه عليك نحوز، روح ادعم، ابعث الملاير. نهار يا اخي شفتوا لا كولوني دو فاكونس، مخيم صيفي، هذوك مساكن الوليدات تاعنا في الجنوب الجزائري في طامراس عمرهم ما شافوا البحر. على بالك العرايه تاع البوليساريو ولادهم بعتوهم لفرنسا واسبانيا، مخيمات صيفيه باموال الشعب الجزائري. واللي يبعثوهم للجزائر يبعثوهم لديزوتيل 5 ايطوال، مخيم صيفي في فندق 5 نجوم. انا في حياتي ما شفت فندق 5 نجوم كيكون صغير. البطوشي يديو لوتيل 5 ايطوال. كيفاش ما تهبلش؟ الله يهنيك، شكرا، تحياتي اختي، يعطيك الصحه، ليله سعيده، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء أزول الخير. ازول يوم أزول في مرحبا. الله. أمشي واش راك تسيريت اخويا؟ والله لاباس، والله غير الحمد لله، وأنت لاباس؟ الحمد لله اخويا، تفضل. ربي يعنيك، زيد فضلك يا أخي. أنا والله غير على باليش فطنتو شوية روطار. أنا غفايلي. تحب أنا نعتقلوك انت؟ تحب نعتقلوك انت ثاني كما اللي راحوا يديروا لقاء ادبي في بجايه هذوك، حبوا يقدموا كتاب وجاو أنا أوسيو معتقل. أنا شوية نكش معتقل.
راه نزيد نعاود لك مال انا. والله غير لا طولتو شويه، طولتو بزاف. الوقت شويه مالوروزمون جو تروف سا مالورو طولتو بزاف على هادشي فوالا سي بيان مانون. فوالا. يعطيك الصحه خويا العزيز. الصوت الله ما يحفظك بقيتش خويا. فيه. الله يهنيك خويا، سي يعطيك الصحه. شكرا. عندك مشكل في الصوت ولا عندنا مشكل في اللايف؟ الوغ هو من لو كان تهز من 2019 برك باسكو الاخ معتقل سابق، تما الناس اللي اعتقلوا في اطار تاع قضايا تاع رأي ومسيرات ومن راهم بالالاف كي تحسب. يعني اللي في السجون راهم يتجاوزوا 300 شخص حاليا، بلا ما نحكيو على جماعة التسعينات وغير ذلك. لكن من 2019 حتى هنا راهم بالالاف. اللي اعتقلهم النظام الجزائري. ايوي. هادي راهي في المؤنث لا كونيكسيون ناقصه. هادي تكون هي اللي في شرشال هذيك اللي كانت قبيل مطليه بزيت السيارات وقاعده دير في الاستعراض. هنا الجزائر فوالا. مرايا جدك. والله ساعات يصرى ليا مبوق البلاد هادي. دوك يدي دوك يرحم باباك. انت تقدر واحد ما على باليش اني والله عاد ما ناكل دايما نجي ميت بالشر ضايع. عباك لو كان ناكل قبل كارثه. تربيه بيوت الرذيله تسمى سطاج الوحش تاع تربيه بيوت الرذيله. انا في ثلاثه انا في ثلاثه. السلام عليكم شوقي خويا، واش راك؟ وعليكم السلام خويا، مساء الخير. بغيت غير نسقسيك على واحد سؤال، زوج اسئله هكذا بغيت تجاوبني تفضل خويا. تفضل. واش علاقه تاع الانتخابات الاخر هذه تاع اليمين المتطرف واليسار وكلش مع الجزائر؟ تقصد التداعيات تاعها علينا واش راح تكون التاثير تاعها على الجزائر، ولا تقصد اه، واش هو اذا عندها علاقه بال؟ الا عندها علاقه مع الجزائر. لا عندها علاقه. شوف انه عندها علاقه، عندها راح يكون عندها تاثير، خصوصا اذا قدر دركا
ما حدث امس. اليمين المتطرف تسمى لو غاسومبلومون ناسيونال جاب 33%، يعني هما الرقم واحد، بصح مازال ماهمش ضامنين انهم تكون عندهم الاغلبيه، لانه كاين دور ثاني. معناتها هما يحتاجوا 289 مقعد باش تكون عندهم الاغلبيه الساحقه في البرلمان، وباش يكون وزير الاول في فرنسا يعين من هذا الحزب واللي هو راح يكون جوردان بارديلا. لو كان يحدث السيناريو هذا، هو السيناريو اللي مداير الرعب للنظام الجزائري. باش انا نجيك العلاقه مع الجزائر، نهار ماكرون اعلن، في النهار اللي ماكرون اعلن فيه حل البرلمان وانه راح تكون انتخابات برلمانيه، غدوه تبون نستقبل العميد تاع مسجد باريس. العميد تاع مسجد باريس في نفس اليوم، مسجد باريس على بالك باللي الجزائر تمولوا بحدود 3 مليون دولار سنويا. تمول ماكرون. تمول مسجد باريس، مسجد لا باريس. موسكي باغي، مسجد باريس ممول من طرف النظام الجزائري في حدود 3 مليون دولار. هذا العميد تاع مسجد باريس دار نداء باش لقطع الطريق امام اليمين المتطرف، لانه النظام الجزائري يشوف بان وصول اليمين المتطرف للحكم في فرنسا معناه العلاقات مع النظام الجزائري. اصلا خرج لهم واحد اليوم قال لهم احنا العلاقات هما ما يهمهمش العلاقات مع النظام الجزائري، قال لهم هما حابين يحسنوا العلاقات مع المغرب، ورايحين يعترفوا بسياده المغرب على الاقاليم الجنوبيه تاعو. واش علاقتها بالجزائر؟ النظام الجزائري تعرف باللي بوليساريو بالنسبه ليه خطه الاحمر، قضيه مصيريه وقضيه مهمه للنظام كنظام. وزاد قالها اني نعطيك في الامور اللي تقدر تروح تبحث عنها ايضا، السفير الفرنسي السابق في الجزائر كزافي الجزائريه الفرنسيه كليا. فرنسا. المهاجرين مش راح يكون فرق كبير. المهاجرين اصلا اليوم مع الناس اللي ما ربما ما همش ملاحظين انه النظام الجزائري هذوك لي ليسي باسي تصريح بالمرور هذاك منين يحكموا واحد هنا في سونتر دو ريتونسيون في مركز احتجاز يبعثوه مباشره للجزائر. تما اليوم العلاقات العكس، لما تسوء العلاقات، لما يوصل اليمين المتطرف للحكم وربما تسوء العلاقات مع النظام الجزائري، ربما يكون اقل اعداد تاع ترحيل، اللهم الا اذا ضغطوا عليهم. بالاضافه تعرف جورجيا ميلوني؟ نو ما نعرفوش. جورجيا ميلوني هي هذيك رئيسة الوزراء، رئيسة الحكومة الإيطالية. رئيسة الحكومة الإيطالية لو كان تروح من بعد تبحث عليها قبل ما توصل للحكم، حاملة الأفكار فاشية تاع ميسوليني، معادية للمهاجرين بشكل كبير. هذيك اللي يضل تبوني يصور معاها ويقول لك يتغزل بها، هذيك جورجيا ميلوني. الآن في إيطاليا السنة هذه مدوا 500,000 بطاقة إقامة للأجانب. هذه تاع يمين متطرف راح يضرب المهاجر، اي روايه ما كانش منها. العكس قادرين يستفيدوا اكثر، خصوصا الحراقه اللي هنا في فرنسا والناس اللي حابين يخدموا ما عندهمش احكام قضائيه. هما اليمين المتطرف ربما راح يشددوا شويه على الناس اللي عندهم احكام قضائيه وغير ذلك، لكن الناس اللي حابين يخدموا ويجيوا وحابين يعملوا هنايا وكلش ما يكونش اشكال اصلا. وراني قلت لك العكس، قادره تخدمهم. وصول اليمين المتطرف الى الحكم قادر يكون ايجابي بالنسبه للحراقه. الله يعطيك الصحة. صافي الهضره اللي راه يدور برا هذه كامل خرطي برا. خرطي مبالغات ما عندها حتى معنى. واصلا قلت لك جزء كبير هو الاعلام الجزائري، ونتكلم علينا احنا في الجزائر والنظام الجزائري اللي يروج للروايه لدى المهاجرين خصوصا اللي عندهم جنسيه فرنسيه انه اليمين المتطرف راح يطردكم وراح يضربكم وراح كذا وكذا. العكس، الخاسر الوحيد بوصول اليمين المتطرف هو النظام الجزائري. اما المهاجرين بوثائق ومن غير وثائق راح يستفيدوا من الامر هذا. وبالنسبه لي فرونسي بالذات، زعما لي فرونسي اللي راهم لهنا عايشين في فرنسا، يعني كيف لي فرونسي بعدا هذيك هما ما يهمهمش العلاقات مع الجزائر، ماهيش هذيك هي القضيه المحوريه بالنسبه لهم. انا اظن ان
بالنسبه لي في الجانب الاقتصادي نوعا ما الغاسومبلومون ناسيونال المشروع تاعهم ماهوش جدي كثيرا، لانهم مدخلين بزاف الجانب الاجتماعي في القضيه. بصح هذه تبقى قضيه فرنسيه وفرنسا راح تبقى قائمه كما هي، تكون طايحه ونوضه، لكن يبقى بلد عنده مؤسسات وقائم بذاته. احنا قلت لك احنا ما يهمنا هو العلاقه مع شمال افريقيا ومع بلداننا، يعني واش راح يصرا، والمهاجرين ايضا اللي هنايا. شكرا خويا شوقي. انا عندي شكرا بزاف خويا أسئلة العزيز، الله يهنيك، يعطيك نصحتي الصحه. ما كاينش الوقت بزاف باه نحكم لك اللايف تاعك كومبلي. بارك الله فيك. مرحبا بك خويا، صافي بليزير. غير الناس تستفاد ايضا كي نهضروا في مواضيع، كاين الناس يعطيك تستفاد. الصحة يعطيك خويا. الصحه بارك خويا، الله الله فيك. يهنيك. شكرا. ما هي المشاريع التي عملت بورت بارول دو ار ان؟ لا، انا ناطق برسمي باسم اعداء النظام الجزائري. انا اللي يضرب مصالح النظام الجزائري راني معاه ايا كان. والتحولات هذه لو كان جينا نفهموا مصالحنا، التحولات اللي تصرى خصوصا هي ما سيحدث بالولايات المتحده الامريكيه، والتحولات هذه لو كان جينا نفهموا مصالحنا، التحولات اللي تصرى خصوصا هي ما سيحدث بالولايات المتحده. اللي طلع عندك مشكل الصوت يتعاود ولا لا؟ باش يهبطوا اللايف، باسكو الصوت كي يتعاود تيك توك يبعثك لجهنم. العلم الفلسطيني هذا. توقي حمد يسلم. سي حمد من الرباط، مساء الخير، تفضل. السلام عليكم خويا شوقي، كي راك وعليكم داير اخويا؟ السلام. راك مليح هانيه؟ والله كي غايب، داير مع الصحه ديالك؟ الحمد ربي لله. ربي يحفظك الخوا ديال، ربي يحفظك الخوا. شكرا. كيف حالك؟ شكرا خويا. من الدولة اللي هاك. ايوا من دوله ياك من اللي تعرف هاك. ياك تعرف القواعد تاع اللايف. واش حاب تحكي معانا؟ واش اخويا شوقي، واش غادي نقول لك؟ راك واش غادي نقول لك؟ تسمى ربي يعاونك وربي يكون معاك. شكرا. انت منين؟ سوسية؟ لا لا لا، انا من ناطوره ريفي. ريفي. ايه والله ما عرفت اللهجة مع الاول شوية، ما جبدتكش على مع الاول. على بالي ما عرفتينيش من الاولى. ايوا انتم الريف راكم خطر، تخباو ساعة شوية. ايوه والله صح. الله يحفظك والله يا صح. الريفي، ومرحبا بك معنا. يعطيك الله الصحة. ترحب بك شكراً. الجنة يا الخوة ديالي، وشكرا. الله يسلمك. شكرا. كيفاش استنى نهبطوا لتحت شوية. الزول شوقي، الزول يوما مرحبا. لاباس خويا بخير. والله غاية. اولا بغيت نجوج قبل ما نبدا كلامي معاك. صافي 6 جور سي ال 26e anniversaire de l'assassinat de معتوب الوناس. الله يرحمه. جو في لوي روندر ان اوماج في اللايف تاعك. ميرسي. دوزيامون نقول لك ميرسي. موا انا قبيلي استقلالي. شوي ان كابيل انديبوندونتيست، مي مالغري سا باش نفهموا خاوتنا اللي انت راك على بالك راك تفهمنا مليح ونتفاهموا مليح. حنا ما لا عنصريين لا فاشيست لا كونترير.
ça nous donne d'encourager davantage كي يشوفوا الجزائرية كيما انت ينوضوا يكونوا دي فري اوبوزون ويقولوا الحقيقة وما يتخبوش وراء عبات اللي ماناش نسمعوا فيك خويا، تلعبوا. ماناش نسمعوا فيك ولا غير انا ما على باليش اذا في التعليقات برك. انا والله ماني نسمع فيك. الصوت عندك مشكل في الصوت خونا. الصوت عندك مشكل فيه. عاود دير الطلب تاعك خويا، عاود دير الطلب. كانت